ال 25 سنة في المخدرات دي لو إتجار، هما حيازة مخدرات بغرض التعاطي. نورهان حفظي وأوتاكا بغرض، وأوتاكا وحد ومداهم بغرض التعاطي. هو الحقيقة مداهم أول لما اتمسك قال أنا مخدرات دي أنا بشربها، أنا راجل خمرجي وراجل حشاش. يا شو، أنا راجل خمرجي وراجل حشاش، المخدرات بتاعتي يا باشا. هو اعترف، ما عشان ما يتقالش ان هو حيازه بغرض الاتجار. حيازه بغرض الاتجار دي يعني جنايه. جنايه دي يعني تبتدي من 6 سنين وانت طالع بقى، ده اقل حاجه. فرح كروان، قلبي كروان، شدوا تكبيس يلا. عندكم ايه تاني؟ انا قلت هدير في نشر فيديوهات خارجيه دي تاخد لها كمان سنه. استنى كنت عايزه اقول حاجه. مساء الفل. سوزي، ما انا قلت سوزي كان عندها غسيل اموال ونشر فيديوهات خارجه، ما عندهاش مخدرات. نورهان حفظ اللي عندها مخدرات وغسيل اموال ونشر فيديوهات خارجه. نورهان حفظ عندها 3، خرجت اخلاء سبيل فيهم عبدال محمد. خرجت اخلاء سبيل فيهم وتحدد لها جلسه في المخدرات وراحت وخدت 2 سنين. لسه عندها فيديوهات خادشه ولسه عندها غسيل اموال، لانها اتحقق معاها في غسيل الاموال وخرجت بكفاله 20,000 جنيه. غسله 5 مليون. مداهم غسل مداهم اتهموه بغسيل، لسه ده كل ده اتهام يا جماعه. 65 مليون. سوزي 15. شاكر 100 مليون. مش عارفه انا سقطت لي كده. لا حاليا خلاص خدت ال3 سنين في الجنايه بتاعت اتجار البشر، ومفيش حد فيهم اتجار بشر عامه، يعني المحبوسين دول اتجار بشر، وخرجت بقى من زمان. عظمه مين؟ في واحد اسمه عظمه مين؟ عظمه طيب والله ما اعرف يا جماعه. في الناس، طب انا هقول لكم على حاجه، انا من الناس اللي مسكت والله ما اعرفش فيهم حد خالص، ما اعرفش فيهم حد. انا اتفاجئت بيقبضوا على فلان، مين فلان ده؟ حد تيك توكر، ده حد بلوجر، انا ما اعرفهمش. انا غبت برضو فتره طويله في سويسرا زي ما انتوا عارفين. فانا غبت فتره فمش عارفه الناس دي. فرح كروان، انا كنت اروح يا محمد، كنت اروح فرح كروان بس رجليا وجعاني، حاطه تلج دلوقتي على رجلي وانا بتكلم. الحاج حماده، اهلا يا حاج. خرجت من حنين من زمان يعني، بس هي اختفت على السوشيال ميديا خلاص، مركزه في جامعتها دلوقتي، ربنا معاها. مصر بتلعب دلوقتي، مفيش ماتش دلوقتي، انتوا هتألفوا ولا ايه؟ مصر بتلعب دلوقتي بجد؟ كذابين. مصر كان لسه عندها ماتش من كام يوم، ازاي يعني تلعب ورا بعض كده؟ ايه؟ والمصحف مصر بتلعب هي وانجولا من الساعه كام وانا طالعه زي الهبله كده مشوفش الماتش. شكلها هطلع لكم بالليل والله، يعني الفرح هو الماتش. لا استنوا بقى، ده لو كده بقى مينفعش. وانا اقول برضو البتاع قليل ليه المشاهدات. مصر بتلعب والله، انتوا بتضحكوا عليا على فكره. الشوط التاني شغال كمان ماتش، ده انا ضايعه ماتش مصر. ايه يا جماعه؟ يوم الاثنين، النهارده الاثنين. هيا يا حمد، الساعه 5، الساعه 6 صح. طب قرب يخلص بقى مع بعضينا بقى، يعني اقفل على الشويه دول مع بعضينا. وانا اقول برضو اللايف قليل ليه؟ انا قلت يعني عيني ظلمت شاكر مين؟ ظلمت كروان وقلت الناس سابت من كام بقى؟ 0-0. مباراة مصر وانجولا 0-0. احنا لحقنا، ده كان لنا مصر من كام يوم. افريقيا بسرعة صح. مصر وانجولا 0-0. هو دور 16 احنا دخلنا فيه. طيب دور 16 قرب يخلص، فاضل نص ساعة.
انا بعد كده لازم اكتب ماتشات اليوم، يعني اللي معايا دول يا عيني ما شافوش الماتش زمان. محدش يا جماعه، انا اقول لكم على حاجه بقى، اللي يعرف الموضوع ده يقول لي، عشان انا سالت فيه كذا حد دلوقتي انا الحمد لله امبارح نويت الصيام النهارده عشان يعني استعد بقى الاثنين وخميس كده عشان استعداد لرمضان يعني. قوم ايه لحد قبل المغرب ب5 دقايق بالظبط انا كنت في الشارع بشتري لب وكاجو ومكسرات وكده عشان عندي ضيوف يعني، مش ليه يا محمد. قوم ايه الراجل اداني كاجو ادوق، نسيت خالص بقى ان انا صايمه خالص، ربنا يسامحني يا رب. وحطيت الكاجو في بقي وباكل وبستمتع، وبعدين جنبي بتاع يعني بتاع الكاجو اهو بتاع اللب اهو، رحت رايحه لب وازقز وزداني وانا راجعه البيت سمعت الاذان اذن يا دوب خلصت وراجعه الاذان اذن. قلت الاذان ده بيفكرني بحاجه والله العظيم، قلت الاذان ده بيفكرني ايه لو ده انا كنت صايمه والله العظيم زي ما بقول لك كده، اقسم بالله. انا مش عارفه بقى الصيام ينفع ولا ما ينفعش، انا هسال فيها شيخ عشان ما اعتمدش على اللي هنا الصيام ينفع ولا ما ينفعش؟ واحد بيقول لي ينفع. طيب انا هرد برضو على كلمه اللي قال لي ينفع واللي قال لي ما ينفعش. لا ما ينفعش، سمر بتقول ما ينفع، ربنا يتقبل طبعا، ربنا اللي عالم. ينفع، حسام بيقول لي ينفع. هي دي فانت ما بقيتيش يا حبيبتي تدعمي ليه؟ انت افتقرتي يعني، مش شايفاكي زمان كنت بتدعمي جامد قوي، فين يا قلبي راح فين؟ ما انا اقول لكم بقى، اللي قال لي ينفع قال لي ينفع عادي زي رمضان، اللي قال لي ما ينفعش قال لي لا ده مسموح بيه في رمضان بس ان انت لو نسيتي صيامك ينفع، لكن في الايام العاديه طالما هو مش فرض، اثنين وخميس مش فرض، يبقى لا صيامك ما ينفعش. امشي ورا مين بقى؟ والمصحف اتقال لي كده. ايوه كلامي صح، اللي هو من قلت حاجتين. لا يا ديفا، لا مش ده الدعم بتاعك، لا انت افتقرتي. قولي لي بقى بحول لك فلوس مبقاش الدعم ده بتاعك خالص. نور مش رايحه فرح كروان يا جماعه، ما انا قاعده معاكم اهو، رايحه فين بس؟ مش رايحه والله، تعبان اهو. ده ايه؟ ده تلج. ده ايه؟ ده تلج. حطها على فين؟ على رجليا. انا تعبانه، انا عندي يا جماعه التهاب في الاوتار، ما اقدرش اروح واجي. انتوا عارفين شبرا دي بالنسبه لي سفر، شبرا بقى والزحمه وكروان مصر كلها، عايزه مصر كلها اروح فين يا جماعه؟ انا قادره. هو بعت لي بصراحه وقال لي والنبي يا اختي يا سما تبقي معايا، ربنا يخليك والله صعب علي وانا بحبه جدا، ونفسي اروح عشان اشوف عم علي واشوف اخوه اسمه ايه؟ زيتونه. اخوه اسمه ايه؟ بالله اخوه اسمه ايه؟ اخوه اسمه ايه؟ طيب زيتونه صح؟ كان مره في الليف بيقول له يا زيتونه ليمونه. يا عم انت هتمثل ليمونه ايه؟ لا زيتونه. استنى بس، لا مش ما قالوش اسامه، ممكن يكون اسمه اسامه بس مش اسامه. لا ماشي، هو زيتونه صح؟ بطاطا قعدوا قرعوا انت كده بس وخلاص. زيتون، هو اسمه زيتون انا فاكره. ايوه زيتون. قالوا تعالى يا زيتون اسلم على سما يا زيتون، هنتجوز انا وسما، والاخر سابني وغدر بيا. المهم الماتش قرب يخلص، انا عايزه اشوف الماتش فاضل له كام. ما رحتش عشان تعبانه والمصحف رجلي حتى تلج، تعبان. انا كان نفسي اروح بس هروح السواقه بقى والزحمه وشبرا، يا لهوي دي مصر كلها هتبقى هناك النهارده. ربنا يفرحها يا رب ويسعده يا رب، تممنا على خير ويبعد عنه ولاد الحرام والعين الوحشه يا رب، قادر يكرم. انا صمت النهارده، بس انا رحت اشتري كاجو من الراجل اللي كنا بنشتري من عنده كاجو وقبل المغرب ب5 دقايق، ونسيت حقيقه الراجل اداني كاجو ادوق وانا اتطفصت عليه وكلت، وربنا اللي عالم انا كنت ناسي قبل المغرب ب5 دقايق بالظبط. وبعدين انا راجعه من الحته اللي هناك دي لحد البيت المغرب اذن، فانا افتكرت لما المغرب اذن قلت ده المغرب بيأذن فيه حاجه، انا ورايا حاجه ساعه المغرب، افتكرت بقى انا صايمه، فانا ما اعرفش بقى ينفع ولا مش ينفع. ربنا بقى يتقبل بقى، نفع ما ينفعش خلاص، ولو نفع انا هعرف منين، ولو ما نفعش انا هعرف منين. والخميس بقى ان شاء الله الحمد لله لازم اروح اتطفص على الكاجو يعني،
بس افتكرت بقى لما كنا هناك وكده واتلهيت ونسيت، كلت وانا مش واخده بالي. افتكرت لما كنا هناك بنشتري حاجات جنب الراجل بتاع السمك. في حاجة ولا ايه؟ الفرح كده يبقى مسخرة والله، وكان يعني أكمل حلاوته بيتي. لا والله انا تعبانه جدا ورجليا وجعاني، وانا ما قدرتش، انا زعلانه عشان كروان الحقيقه. كان نفسي اروح له والله، بس انا رجليا تعباني، مش قادره خالص. بكام كيلو الكاجو؟ اللي انت فاكره انا رايحه اشتري الكيلو ده، الكيلو يجيب 1000 جنيه ولا اكتر. لا يا حبيبتي، انا فكره طبق كده مشكل صغنن كده اهو ب 188 جنيه، في كاجو وفستق ولوز وعين الجمل، تشكيله كده قد كف الايد بالظبط ب 200 جنيه، يعني قد كف الايد بالظبط. عايزه انا رايحه اجيب كيلو كاجو لا طبعا مش كده، 1000 جنيه. ايه يعمل ايه؟ يا خرابي، استقلت السؤال بتاع الفرح ده 100,000 20,000 50,000 مرة. لا مش رايحة الفرح عشان تعبانة مريضة النوسة الحلوة. شدوا تكبيس يلا عشان الماتش دلوقتي هيخلص، والناس عايزين الناس تخلص الماتش تدخل على هنا على طول. اشوف بس الماتش فاضل له قد ايه ويخلص. مش عارفه ايه اخرتها معاكم في الورد ده بصراحه. الفنان هاني رمزي الله يرحم والدته النهارده، يا رب يسكنها فسيح جنته يا رب. يا جماعه انا ما اعرفش، الناس بتقول لي المسيحيين مش هيدخلوا الجنه. هذا شيء لا يعلمه الا الله. ما تقولوش مين هيدخل الجنه ومين هيدخل النار. ستنا مريم ليها قصر في الجنة، ليها قصر. القائد هيا قائد هلو. ستنا مريم والسيدة خديجة وستنا عائشة، هم 5 لهم قصور في الجنة. استنى، وامرأة فرعون، في واحدة كمان، 5 سيدات لهم قصور في الجنة، منهم ستنا مريم. فما تقولوش مين هيدخل الجنة ومين هيدخل النار، هذا شيء لا يعلمه إلا الله. ماتش مصر القادم، ماتش مصر التايم قد ايه؟ مباراة مصر وأنجولا 83 دقيقة، يعني فاضل لهم 9 دقايق، ممكن يدي 5 دقايق وقت بدل ضايع، ربع ساعة. ما هدي يا عم الساعة تيجي 8، يعني زي ما أنا قلت يعني 8. ايه؟ انا مش هتكلم في الدين، انا بقول الفنان هاني رمزي والدته الله يرحمها، فرحنا ليه بالجوز على الحي وعلى الميت، على المسيحي وعلى المسلم. احنا لا لينا نفقه، لا نملك في نفسنا شيء ولا نملك في الاخرين شيء. ربنا هو اللي بيملك اقدارنا، وهو اللي قادر يدخل من الجنه ومن النار. خلينا في كروان احسن. حبيبي انت اللي قد الدنيا. ثانك يو. فين زقزاق؟ زقزاقه وحشني. فين زقزاقة قلبي يا لهوي. اول ما قلت له زقزقتي قال لي يا بوي. ايوه كده. لو سمحتوا يلا اشتركوا في القلب البرتقالي وكبسوا، والماتش خلاص قرب يخلص 0-0 خلاص. لسه في ماتشات تانية في دور ال 16، مش هو ده اخر ماتش يعني، ما حبكتش يعني. انا برضو عايزه اوقت البتاع دي شويه كده، مش قوي كده صاروخ، مش قوي كده كده يعني. تمام. احسن ما كانت متشعلقه كده. ايه بقى؟ جربت الخمار؟ لا الحقيقه لا، ما جربتش الخمار. انا كويسه حمد. ايوه لكم لو سمحتوا بقى تبداوا تشيروا، اعملوا شير ممكن يعني، كبسوا اضغطوا صباعك ده ما تقطعش، كبس على الشاشه. احنا ايه؟ انتوا كمان وحشتوني. عايزين تسالوا على ايه؟ لا مش هروح فرح كرو. اسكتوا، مش النهارده. بصوا ايدي حصل لها ايه النهارده. بصوا شايفين؟ بصوا دي كانت زرقاء، دي كلها دي ورم على فكره، ده ورم ده، مش شايفين اهو من جنب.
ده كله كده، وانا بشيل الكرسي بتاع اللي هو الكرسي ده بشيله كده، راح درب بقفل على ايدي، قعدت اصرخ. حصل اللي حصل. وتلج بقى، التلج ده بصراحه شفا لحاجات كتير قوي. مين يا حبيبي؟ انا بطل، ربنا يخليك. مداهم. طب انا في الاول، لا من اول لايف يا جماعه انا بتكلم على مداهم. من اول لايف يا جماعه انا بتكلم على مداهم. مش اتكلمنا عن الموضوع ده ولا ايه؟ طيب مداهم النهارده كان عنده 3 قضايا، مش النهارده يعني، هو عنده 3 قضايا: مخدرات وغسيل اموال. 3 اتهامات، بلاش اقول 3 قضايا، 3 اتهامات: غسيل اموال ومخدرات ونشر فيديوهات خادشه. اتحايل في اول واحده انه ما خدش اخلاء سبيل في حاجه، شاكر خد اخلاء سبيل، والنيابه استأنفت ورجع تاني، خد 45 يوم. مداهم النهارده كانت اول جلسه ليه في المخدرات، اخد 3 سنين لجنح، حكم اول درجه. لسه ليه استئناف، ملوش معارضه استئنافيه لانه محكوم حضوري موجود يعني. و ميرسي، انت اللي زي القمر، ثانك يو. فمداهم خد النهارده 3 سنين في قضيه المخدرات، لسه الفيديوهات الخادشه والمخدرات والغسيل الاموال. هيعمل استئناف، ممكن تنزل لسنه، في خلال السنه دي ممكن يتحال في الاثنين التانيين. طالما انت عند الحكومه يبقى حق الدوله تقول لك حق الدوله تخرج، وانت عندهم، مش يستنوا لما تخرج وبعدين يدوروا عليك وانت هناك وانت موجود. خلصت التحقيقات والتحريات والحاجات والمحتاجات واتقفلت القضيه وانت محبوس، هتتحال فيها. اتقفلت بان التحريات في صالحك او الاتهامات اللي موجهه ليك كانت مثلا مش صحيحه، خلاص بتاخد اخلاء سبيل فيها، بتتحفظ يعني، هي اسمها اخلاء سبيل بس بتتحفظ. لكن معظم قضايا اخلاء السبيل بتبقى تنزل جلسات. وانتوا ما انا مش عايزاكم تفرحوا، يا رب يا رب يا رب ما يحكم على حد فيهم بضيقه، قادر يا كريم، ويخرجوا كلهم لاهاليهم، عشان انا جربت الضيقه وعارفه يعني حبس. بس انا مش عايزاكم تفرحوا زي اللي فرحوا يوم شاكر وقال لك خرج وبقى على الاسفلت. يا جماعه الساده المحامين لازم تخرجوا تفهموا الناس. ما ينفعش محامي يطلع لايف او مش لايف يقول ايوه شاكر دلوقتي هيبقى على الاسفلت شاكر. يا جماعه ما ينفعش، انتوا بتعشموا الناس اللي بتحبوا، ما ينفعش. اطلع قول للناس الحقيقه عشان الناس ما تصطدمش. حضرتك كمحامي المفروض انت قاعد في جلسه تجديد او واقف بره، هي بتبقى قاعه يعني قاعه مداوله صغيره، بيبقوا 3 قضاه والمتهم موجود، نجدد له ولا تجديد بيدي امر تجديد، اخلاء سبيل بيدي اخلاء سبيل. هو كان عنده 3 قضايا شاكر يوم أب من زمان، اول ما اتمسك كان عنده 3 قضايا: مخدرات ونشر فيديوهات خادشه وغسيل اموال. 3 تهم، بلاش 3 قضايا، 3 تهم. خرج من قضيه المخدرات اخلاء سبيل، خرج من قضيه المخدرات ايه؟ اخلاء سبيل. اتفضل عنده 2 تهمتين: نشر فيديوهات خادشه وغسيل اموال، اللي هم غسيل متهم لا زال متهم، المتهم بريء حتى تثبت ادانته، متهم بغسيل 100 مليون لسه ما اتحالش، وما اتحالش في الفيديوهات الخادشه. كان عنده القضيتين دول. فهو محبوس هو ليه فتره معينه في التجديدات، 15 15 40 45 كده، مده معينه انا ما اعرفهاش بالظبط. بعدها لازم ياخد اخلاء سبيل. خد اخلاء سبيل، النيابه استأنفت، في ساعتها النيابه لها حق انها تستأنف. النيابه احنا بنسميها الخصم الشريف للمتهم، يعني كانت خصم الشريف ليا، تمام. استأنفت على قرار اخلاء السبيل. لما استأنفت على حكم قرار اخلاء السبيل، القاضي قبل الاستئناف بتاعها فحبسوا 45 يوم تاني. المحامين ما كانش مفروض يطلعوا يقولوا انه خلاص بقى على الاسفلت ومداهم معانا وشاكر معانا الا لما يشوفوا النيابه هتستأنف ولا ما تستأنفش. اتسرعوا، النيابه استأنفت. وعاده في القرارات بتاعه التجديد دي النيابه بتستأنف اذا كانت بتستأنف على البراءه. يا جماعه انا خدت براءه قبل كده، فضايا استأنفت، بس عاده استئناف البراءه براءه. استئناف البراءة عادة، مش دايما، عادة استئناف البراءة هو براءة، تمام. هي
ممكن يرجع. بتستأنف على اخلاء السبيل، بتستأنف على البراءه، بتستأنف على اي حاجه. كمان استأنفت على الحكم، عندي كان سنه، استأنفت عليه كان عشان كان في عوار في تطبيق القانون، فبقى سنتين عادي. ليه بقى سنتين؟ عشان اقل حكم في القضيه اللي انا كنت فيها دي اللي هي التعدي على القيم الاسريه هو سنتين مش سنه. اقل حكم سنتين، فالقاضي اداني سنه، ممكن نقول خطأ من عنده، فالنيابه لما استأنفت ادى الحكم اللي قال اللي هو سنتين. يتعدى على القيم الاسريه دي جنحه سنتين اقل حكم، واقصى حكم 3 سنين. حلو كده. السب والقذف اقصى حكم فيها سنتين. السب والقذف اقصى عقوبه سنتين، مفيش 3 سنين في السب والقذف. رقم واتس للشغل 012 2 3 صفار 2 012 2 5 3 8 010 2 5. كنت هقول الرقم التاني 2 5 3 8 010 كنت هقول الرقم موجود هنا في البوينت. اللي عايز اعلانات يبعت لي. انا مريحه الامد من الاعلانات وحالتي حاله. احنا بنطلع لايف ليه؟ عشان نجيب فلوس. لوز والنهارده مفيش لوسي خالص، مفيش داعي. مش عارف اتفرجوا على الماتش ولا فين؟ طب الخليج كمان بيتفرجوا على الماتش؟ ماشي اذا كان كده ماشي. هو نار كل شويه تبعتولي تقولي سوزي مداهم سوزي مداهم. انا قلت يا جماعه سوزي مداهم. علي وكاشة مداهم عنده 3 قضايا برضو زي شاكر. مخدرات، غسيل اموال، 3 تهم مخدرات. السومة مخدرات، غسيل اموال، نشر فيديوهات خادشة. ما تكفلش وما خلص سبيله في اي حاجه. نزل في اول واحده النهارده اللي هي مخدرات، خد 3 سنين اقصى عقوبه في التعاطي. مسكوا معاه مخدرات بتاع ايه يا ابني؟ انا يا باشا اللي بتعاطى عشان ما يعملوش اتجار. انت دي حيازه بغرض ايه؟ يا بوده انت حيازه بغرض ايه يا باشا؟ حيازه بغرض الشد